لو قلنا ان واحد عنده 18 سنه وفي دماغه ان هو عايز يبقى مهندس شاطر او مهندس مشهور جدا، بس هو مش بيشتغل على نفسه عشان يحقق الموضوع دوت او يوصل للنتيجه دي، او ممكن يكون حتى مش عارف ايه اللي المفروض يعمله عشان يوصل للنتيجه دي، ساعتها الموضوع ده بالنسبه له هيبقى مجرد حلم او امنيه، فكره عجباه هو نفسه يحققها او نفسه يعيشها، لكن هو فعليا مش بيعمل اي خطوات توصله للحلم ده او للنتيجه دي. اما لو واحد تاني عاوز يبقى فوتوغرافر مشهور مثلا، لكن هو ابتدى يشتغل على نفسه فعلا وابتدى يتعلم اساسيات التصوير، ابتدى ينزل يتدرب ويجرب نفسه ويروح لناس ممكن توريه حاجات جديده او تفهمه الشغل ده بيتعمل ازاي، ده كده نقدر نسمي ان هو عنده هدف، حاجه ممكن فعلا يوصل لها ويحققها. الفرق بين ان يبقى عندك هدف عن ان يبقى عندك مجرد احلام وامنيات هو ان الهدف لازم يبقى ليه شروط معينه هي اللي بتخليه ممكن يتحقق فعلا. مشكلتنا ان احنا مش بنعرف نفرق بين الاثنين، ونفضل غرقانين في الاحلام والاوهام والحاجات اللي احنا عايزين نجربها ونعيشها، وفي الاخر نتفاجئ ان ما حققناش حاجه. كل الناس اللي بتحقق اي شيء في حياتها بيبقى شغلها تارجت اورينتد، يعني شغاله تجاه حاجه محدده عايزه توصل لها، وعشان تقدر تحقق اللي انت عاوزه او اللي انت عايز توصل له لازم يبقى التارجت بتاعك او الهدف بتاعك سمارت. كلمه سمارت هنا عباره عن اختصار للشروط او الخصائص اللي المفروض تبقى موجوده في الحاجه اللي انت عايز توصل لها عشان تقدر توصل لها فعلا. اول حاجه ان هي تبقى سبيسيفيك او محدده، بمعنى ان انت لو هدفك مثلا انك تنجح السنه دي، ده كده هدف عايم جدا، انت مش عارف عاوز تنجح تجيب تقدير كويس ولا مجرد تنجح وخلاص. طب هتنجح ازاي او ايه اللي المفروض تعمله عشان توصل للنجاح دوت؟ فكره عايمه جدا وهتسيبك تايه خالص لانك مش عارف عاوز تعمل ايه بالظبط. لكن لو مثلا انت قلت انا عاوز اجيب تقدير امتياز السنه دي، او انت مثلا ثانويه عامه وحطيت في دماغك مجموع معين انت عاوز توصل له، او انك مثلا دكتور فعايز تبقى اشطر دكتور في المنطقه اللي انت فيها خلال وقت محدد، كده انت حاطط حاجه محدده قصادك تقدر تركز عليها وتشتغل عليها وتوصل لها فعلا. تاني حاجه هو ان الهدف اللي انت عاوز توصل له لازم يكون ميجرابل، يعني قابل للقياس، تقدر تقيس انا النهارده خلصت كذا، اليومين الجايين خلصت كذا، وخلال شهر تقدر تلاقي نفسك حققت فعلا شيء فيه. ميجرابل يعني انت قادر تحدد بالظبط خلصت قد ايه وناقص لك قد ايه. لو واحد بيالف روايات وعلى اخر السنه عايز يكون الف روايه جديده، لو قلنا ان هو خلال كام اسبوع الف له فصل وخلال كام شهر خلص له كذا فصل، كده هو بيقدر يقيس فعلا هو انجز قد ايه من الحاجه اللي عايز يوصل لها، خلص 20% 30%. لازم يكون الحاجه اللي انت عاوز توصل لها تقدر تحسبها وتقيسها وتشوف كل فتره انت وصلت لايه فيها بالظبط. لكن فكره ان انت مجرد شغال وخلاص ومش عارف نفسك انت وصلت لفين او خلصت قد ايه، فكده انت غالبا مش هتوصل لحاجه في الاخر. انك مش عارف البدايه فين والنهايه فين وانت فين بالظبط، ده مش مؤشر كويس خالص، لان ده معناه يا اما انت شغال غلط او ان الهدف او الحاجه اللي انت عاوز توصل لها دي غير واقعيه. وده يدخلني في النقطه الثالثه، التارجت بتاعك لازم يبقى اشيفابل، يعني ينفع يتحقق. يعني ما ينفعش ان انت عمرك في حياتك ما كتبت مقالات وحتى ما تعرفش ايه اساسيات الكتابه ويكون هدفك ان انت في اخر الشهر تنشر في الاهرام، ده هدف غير واقعي وانت كده بتجهز نفسك للاحباط. رابع شيء هو ان اهدافك وطموحاتك لازم تبقى ريليفنت لشخصيتك ومهاراتك، يعني ما ينفعش تكون انت عاوز تدرس الفضاء والكواكب وانت اساسا مش بتحب لا الفيزياء ولا الماس اللي هم اساس العلم دوت. مش قصدي اقول لك ان انت لو مش شاطر في حاجه يبقى خلاص تبعد عنها، انا عاوزك بس تبص لنفسك وتشوف ايه اللي انت تقدر تعمله وايه اللي ما تقدرش تعمله، ايه اللي انت كويس فيه وحبه وايه اللي ما بتحبش تتعامل معاه. ساعتها هتقدر تختار طموح وهدف ملائم ليك وتقدر توصل له فعلا. في ناس كتير بتسيب اللي حواليها هم اللي يحطوا لها اهدافها، او بيكونوا عاوزين يوصلوا لحاجه معينه عشان الناس كلها بتشتغل وبتوصل لها، وده طريق سريع للتعاسه، لان الحاجه دي هو ممكن ما يكونش حاببها اساسا ولا مناسبه ليه، وبالتالي هيخلي صعب جدا ان هو يوصل لها او يشتغل عشانها. كل ما طموحاتك واهدافك كانت ريليفنت ومناسبه ليك كل ما زادت فرصك في انك تحققها فعلا. خامس حاجه ودي بتقع مننا كتير جدا هي ان شغلك لازم يبقى تايم باوند، يعني مرتبط بالوقت، يعني انا هخلص كذا في قد كذا، خلال شهر هكون عملت كذا، خلال شهرين هكون وصلت لكذا. تكون راسم طريقك ويكون عندك خطه واضحه، وده شرط اساسي عشان تنجح في اي حاجه في حياتك، سواء دراسه ثانويه او كليه او شغل. لازم تكون عارف كل دقيقه وكل ساعه من وقتك بتروح فين، والا بعد فتره طويله هتبص لنفسك وتلاقي ان انت ما عملتش حاجه او ان حاجه بسيطه جدا خدت منك وقت طويل خالص. يبقى باختصار كده عشان تقدر تحقق وتوصل لطموحاتك ورغباتك لازم تكون اول حاجه سبيسيفيك، محدد وعارف انت عاوز توصل لايه بالظبط، ويكون الحاجه اللي انت عاوز توصل لها دي ميجرابل، ينفع تقيس كل فتره انت خلصت منها قد ايه، وتكون اشيفابل حاجه واقعيه، وكمان تكون ريليفنت حاجه مناسبه لشخصيتك ومهاراتك وقدراتك. واخر حاجه لازم تكون تايم باوند، كل حاجه انت بتعملها لها وقت محدد. الشروط دي لو قدرت تلتزم بيها اقدر اضمن لك ان شاء الله انت هتوصل للي انت عاوزه. من الحاجات اللي ممكن تمنعك من ان انت توصل للي انت عاوزه بجانب ان انت تكون شغال غلط اساسا هي انك تكون بتفقد شغفك وبتفقد حماستك في نص الطريق. وانا هقول لك على كام نصيحه هتساعدك في اي حاجه انت بتشتغلها. اول حاجه، اي شيء هتعمله قسمه لحاجات اصغر، يعني لو انت في الكليه مثلا ومطلوب منك بحث يغطي 6 أو 7 مواد، ورحت انت داخل مره واحده فاتح الكمبيوتر وابتديت تدور على المعلومات والحاجات اللي انت عاوزها، بعد شويه هتلاقي نفسك اساسا زهقت لان الكميه اللي انت عاوزها كبيره، او انك هتبتدي تكروت في المعلومات عشان تخلص بسرعه، وفي الحالتين النتيجه النهائيه للبحث دوت مش هتبقى مرضيه. لكن لو انت مثلا كل يوم هتدور على نقطه محدده وتغطيها وتكتب عنها كويس، اول حاجه انت هتحس ان انت بتنجز وبتخلص، ثانيا انت هتبقى
شغال بنظام وبسيستم. ثالثا كده انت مش هتحس ان انت مضغوط ومش هتزهق بسرعه. لما بتقسم الشغل اللي معاك لشغل تاني اصغر منه كده انت بتسهل الدنيا على نفسك، في نفس الوقت هتشتغل بنفس وتطلع حاجه كويسه. تاني نصيحه هي انك تكون صريح مع نفسك. يعني ما ينفعش تكون اقصى عدد ذاكرته في حياتك هو ساعتين في اليوم وتروح قايل انا النهارده هذاكر 10 ساعات. كده انت هتلاقي نفسك بتعيط في اخر اليوم لان انت حتى مش هتوصل لنص العدد ده. الصح هو انك النهارده ساعتين، بكره 3 ساعات، بعده 4، وتبتدي تشتغل بالتدريج لحد لما توصل للعدد اللي انت عاوزه. ثالث نصيحه هي انك كافئ نفسك اول باول، ما تستناش لما توصل للهدف اللي انت عايز توصل له عشان تكافئ نفسك ساعتها. ايا كان المشوار اللي انت ماشي فيه، كل ما تاخد فيه خطوه صح كافئ نفسك عشان انتاجيتك تفضل عاليه وتبقى حاسس انك فعلا بتعمل حاجه. ما تستناش النتيجه النهائيه عشان تبسط نفسك. كل جهد انت هتبذله يستحق ان انت تكون مبسوط عشانه. كلنا عندنا اهداف وتطلعات وطموحات صغيره كانت او كبيره. هدفي من الفيديو ده ان انا اكون ساعدتك ولو بنسبه بسيطه انك توصل لها.